في ناس أقل منك في الذكاء، أقل منك في الإمكانيات، وأقل منك في الفرص، ومع ذلك بيحققوا نجاح أكبر منك. السؤال اللي لازم تسأله لنفسك مش إزاي ده حصل، السؤال الحقيقي هو أنت بتعمل إيه مختلف؟ لأن الحقيقة اللي محدش بيحب يقولها إن النجاح مش سباق ذكاء، النجاح سباق استمرار. في ناس مش أذكى منك بس بيكملوا لما أنت بتقف، بيجربوا تاني لما أنت بتفكر، وبيفشلوا وبيكملوا لحد ما يوصلوا. انت ممكن تكون افضل منهم في كل حاجة، لكن لو بتقف بدري طبيعي جدا انهم يسبقوك. اكبر وهم في الموضوع ده هو فكرة الوقت المناسب. مفيش حاجة اسمها وقت مناسب. الوقت المناسب هو الوقت اللي تبدأ فيه وخلاص، مش لما تبقى جاهز، مش لما تبقى واثق، مش لما الظروف تبقى مثالية. لأن الحقيقة إني ولا حاجة من دول بتيجي كاملة. المشكلة كمان إنك بتقارن نفسك بالنتائج النهائية للناس مش بالبدايات بتاعتهم. انت شايف النجاح بس، مش شايف اللي اتكسر قبل النجاح، مش شايف المحاولات اللي فشلت، مش شايف السنين اللي اتبنت فيها الصورة اللي انت شايفها دلوقتي. لكن انت بتقارن ده كله ببدايتك انت، وده ظلم لنفسك، لأنك ببساطة بتلعب لعبة مش متكافئة. في ناس أقل منك، مش أقل فعلا، هم بس استمروا أكتر. الفرق الحقيقي مش في الذكاء، الفرق في التحمل. في لحظة معينة كل الناس بتتعب، كل الناس بتشك، كل الناس بتحس إنها مش هتكمل، بس في ناس بتكمل رغم ده كله، وفي ناس بتقف عند أول إحساس بالفشل. والمشكلة إن التوقف بيبان منطقي جدا وقتها، لكن نتيجته بتبان بعدين. النجاح مش بيجي فجأة، النجاح بيتبني يوم بعد يوم. كل محاولة صغيرة بتفرق، كل مرة بتكمل فيها وانت مش حاسس بنتيجة بتفرق. لو عايز تلحق الناس اللي سبقوك مش محتاج تبقى أذكى منهم، محتاج بس إنك ما تقفش زيهم. ابدأ حتى لو مش جاهز، كمل حتى لو مش شايف نتيجة، كرر حتى لو متضايق، وفي يوم من الأيام هتلاقي إن اللي كنت فاكرهم أقل منك كانوا بس ناس ما وقفتش. وفي النهاية قارن نفسك بنسختك القديمة مش بالناس، لأن المنافسة الحقيقية مش معاهم، المنافسة الحقيقية مع نفسك.